النهارده ان شاء الله هقول لحضراتكم ازاي تربط نت التليفون بالرسيفر عشان تشغل الانترنت على الرسيفر بتاعك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعض الناس ما عندوش راوتر في البيت وجاب رسيفر بيشتغل بالانترنت وعايز يشغل الانترنت عليه، عشان كده هقول لك بنت التليفون او باقة التليفون تشغلها على الرسيفر بدون اي مشاكل. يلا بينا على بركة الله. هقول لحضراتكم ازاي تربط نت التليفون بالرسيفر والرسيفر يعمل اتصال كمان ويشتغل بالانترنت. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي ازاي تربط نت التليفون بالرسيفر بتاعك. اول حاجة هتعملها هتمسك التليفون في ايدك زي ما قدام حضراتكم، هتخش على اعدادات وبعدين هتخش على كلمة الضبط وبعدين هتخش على كلمة اسمها الاتصالات وبعدين هتفتح لك لوحة او اختيارات، هتخش على كلمة اسمها نقطة اتصال الهاتف المحمولة والتقييد، هتخش عليها وبعدين هيفتح لك 3 اختيارات. بيقول لك اول اختيار نقطة اتصال الهاتف المحمولة هتخليها تفعيل زي ما قدام حضراتكم اصبحت تفعيل. كل اللي عليك بقى هتدوس عليها اوكي او مره علشان تبدا تغير الباسورد. بيقول لك هنا اسم الشبكه هتدوس عليها، هتختار الاسم اللي انت عايزه. انا هدوس مثلا هاني، هكتب هاني وبعدين هدوس على حفظ وبعدين هتيجي بيقول لك كلمه المرور هتدوس عليها وتكتب الرقم اللي انت عاوزه. انا كتبته من 1 2 3 4 5 6 7 8. اهم حاجه ما يقلش عن 8 ارقام: 3 4 5 6 7 8. بعد ما كتبنا الباسورد هتدوس على حفظ وبعدين بقى هتخش على الرسيفر، هتدوس على منيو في الرسيفر وبعدين على اخر اختيار وبعدين اوكي وبعدين هتخش على كلمة ضبط الشبكة وبعدين هتنزل عند كلمة ضبط الاعدادات اللاسلكية وبعدين هتدوس على اوكي. بيقول لك حالة الاي بي هتخش على كلمة بحث عن شبكة لاسلكية وبعدين هتضغط على اوكي. هتفتح لك اللوحة اللي قدامك. طبعا اسم الشبكة بتاعتي مش ظاهر قدام حضراتكم. كل اللي عليك هتضغط على الزرار الاحمر تعمل ريفريش للوحة، هتظهر لك الاسم بتاع الشبكه بتاعتي اللي هو بتاع التليفون اللي عملته قدام حضراتكم اللي هو هاني، والباسورد من 1 ل 8. زي ما قدام حضراتكم عملت اتصال او ريفريش للصفحه جات لي اسم هاني، هتضغط على اوكي وتكتب بقى من الرموز 1 2 3 4 5 6 7 8 وبعدين هتروح عند كلمه موافق وتدوس على اوكي. بيقول لك تسجيل الشبكه. بكده هتلاقي الرسيفر بتاعك اتصل بالانترنت. هتيجي بس علامه الحمراء اللي رايحه جايه اهي، جات العلامه قدامكم الرسيفر تم اتصاله بالانترنت. بكده ربطنا التليفون بالرسيفر وشغلنا الانترنت على الرسيفر. لو عندك اي استفسار يخص هذا الفيديو سيبه لنا اسفل الفيديو، وان شاء الله هنرد على حضراتكم في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.